حبايب قلبي طلبة جريد 5 أولياء الأمور الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معادنا مع سيشن نمبر 7. هنشرح درس بعنوان Decimal Story Problems. قبل ما نبدأ شرح درسنا النهاردة، عايز كل اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الإشعارات عشان توصل لكم الفيديوهات أول بأول. نمبر 1 بيقول لي علا saved 17 and 2500 pounds and her brother حسام saved 8 and 5 pounds. Find the sum they saved. طبعا كلمة sum واضحة جدا ان هي هنا موجودة، يبقى هعمل بلس. طيب يا مستر هنكتب 17.25 بلس 8.5 وابدأ اشوف هحل المسألة ازاي. اهم حاجة بقى عشان نحل النمبر اوف decimal places، هنا عندي فيه 2 decimal places وهنا فيه 1 decimal places، يبقى هنا ازود من عندي 0 وابدأ اعمل البلس من الهندردسز. 5 بلس 0 equal 5. بعد كده التنسز 2 بلس 5 equal 7. قابلت البوينت هحطها في مكانها. الوانس بليس 7 بلس 8 equal 15. هكتب ال 5 وهكاري اب 1 احطها على ال 10 بليس. 1 بلس 0 equal 1 بلس 1 equal 2، يعني 25 and 75 hundredths. طبعا اكتب كلمة باوند لان احنا بنتكلم عن فلوس. في نمبر 2 سلمى has 90.5 pounds، يعني سلمى معاها في جيبها 90.5 باوند. she bought a toy، اشترت لعبة بكام؟ 64.75 باوند. how much money remaining with سلمى. حتى لو انا ما فهمتش المسألة كلها، كلمة remaining دي معناها ماينس. طيب يبقى انا هعمل ايه يا حبايبي؟ انا دلوقتي هقول 90.5 ماينس 64.75 وهبدأ اعمل الماينس. اهم حاجة النمبر اوف decimal places، هنا في 1 decimal place وهنا في 2 decimal place، يبقى انا هزود هنا 0 وابدأ اقول 0 ماينس 5. طبعا doesn't work، هبر 1 من ال 5 تبقى 4 وهنا هيبقى فيه 10. طب 10 ماينس 5 equal 5. بعد كده 4 ماينس 7 برضو doesn't work، هبر 1 من الزيرو، لا طبعا ما ينفعش، هبر 1 من ال 9 تبقى 8. وهنا هيبقى في 10، هاخد منها 1 تاني احطه على التنسز بليس، يبقى هنا في 9 وهنا يبقى في 14. ال 10 بتبقى على اخر ديجيت، بقى 14 ماينس 7 equal 7. قابلت البوينت هحطها في مكانها. 9 ماينس 4 equal 5. بعد كده 8 minus 6 equal to 25 pound and 75 piasters، او اكتب هنا كده pounds. هنا بيقول لي في نمبر 3 the sum of two numbers is. ده السم بتاع التو نمبرز، يعني التو نمبرز وهم محطوطين على بعض كان 65 and 324 thousandths and one of them is 4 and 21 hundredths. واحد منهم كان ب 4 and 21 hundredths، يبقى التاني بكام؟ التاني اللي انا مش عارفه ده هقول عليه الاكس. طيب معنى كده ان انا عندي equation مكتوب فيها 65.324 equal، مش ده السم، equal x plus 4.21. طيب مش احنا اتفقنا مع بعض ان في حاجة اسمها بار موديل؟ اهو برسمه اهو. طيب يا مستر اللي فوق هو الكبير، طيب الكبير في البلس فين؟ بعد علامة الايكوال، يبقى هكتب هنا 65.324 وتحت هكتب الاكس وهنا هكتب 4.21. قول لي بقى يا مستر انا لو عايز اجيب الاكس بعمل ايه؟ بخبي الاكس كده وبقول اللي فوق ماينس اللي تحت، يعني 65.324 ماينس 4.21، ده كله عشان اجيب الاكس. طيب يا مستر هنا عندي 3 decimal places وهنا 2 decimal places، يبقى هزود هنا 0 واكمل واقول equal وابدا اعمل الماينس. 4 minus 0 equal 4. 2 minus 1 equal 1. 3 minus 2 equal 1. قابلت البوينت هحطها في مكانها. 5 minus 4 equal 1. بعد كده ال 10 بليس 6 minus 0 equal 6، يبقى 61 and 114 thousandths.
Number 4. A farmer has a piece of land. Its area is 80 and 74 hundredths meter square. He planted a part of it. Its area 53.2 meter square. يعني ايه؟ يعني هو كان عنده حتة أرض الاريا بتاعتها 80.74 زرع منها قد ايه؟ 53.2 متر سكوير. كلمة ليفت دي معناها اللي فاضل، برضو ليفت دي من الكي وورد اللي بتدل على الماينس، يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل مسألة ماينس 80.74 ماينس 53.2 وابدا اشوف النمبر اوف ديسيمال بليسز، هنا 2 وهنا 1 يبقى هنا ازود 0. 4 ماينس 0 ايكوال 4. 7 ماينس 2 ايكوال 5. قابلت البوينت هحطها في مكانها. 0 ماينس 3 doesn't work، هبور 1 من 8 تبقى 7 وهنا هيبقى في 10. 10 ماينس 3 ايكوال 7. 7 ماينس 5 ايكوال 2. طبعا اللي فاضل ده بالمتر سكوير لان احنا بنتكلم عن اريا. نمبر 5. فارس بوت 9.8 كيلو جرام اوف ابل، يعني هو اشترى 9.8 كيلو جرام and 4.6 كيلو جرام اوف فيج. التين كان قد ايه؟ 4.6 كيلو جرام. find the total. التوتال ويت دي معناها برضو بلس، كلمة توتال دي معناها بلس، يبقى انا هقول 9.8 بلس 4.6. طيب يا مستر 6 بلس 4 ايكوال 14. 4 وهكاري اب 1 احطه فوق الوانس بليس. قابلت البوينت هحطها 1 بلس 4 ايكوال 5. 5 بلس 9 ايكوال 14، يبقى 14.4 كيلو جرام. نمبر 6 هنا بيقول لي even has 1 and 275 كيلو جرام of flour. She want to make a cake for her children. يعني هي عندها 1.275 كيلو جرام of flour، يعني من الدقيق. هي عايزة تعمل كيك for her children. If the cake needs 2 كيلوغرام of flour، يعني الكيك عشان تتعمل محتاجة 2 كيلوغرام of flour. How many more flour does even need؟ يعني هي عايزة flour قد ايه زيادة عن اللي عندها عشان تعمل الكيك. طبعا المسألة دي مسألة ماينس. طيب انا هقول ال 2 كيلوغرام اللي هي محتاجاهم ماينس اللي موجود عندها اللي هو 1.275. طب يا مستر ده هول نمبر، الهول قدامه بوينت وقدامه زيروهات. طيب انا كده اقدر اعمل الماينس. ال2 دي هبره منها 1 تبقى 1، وال1 ده هحطه هنا 9 9 10. اخر ديجيت هو اللي بيبقى عليه 10، وبعد كده اقدر اعمل الماينس. 10 ماينس 5 equal 5. 9 ماينس 7 equal 2. 9 ماينس 2 equal 7. قابلت البوينت هحطها في مكانها. بعد كده 1 minus 1 equal 0، يبقى 0.725 كيلوغرام of flour. Number 7 حسام has 4 and 25 hundredths pound and his sister Hind has 980 piasters. ناخد بالنا من الموضوع ده كويس جدا. لازم وانا بعمل بلس او بعمل ماينس لازم تكون اليونتس شبه بعض. هنا بيقول لي find the difference. الديفرنس دي معناها ماينس. طب الاول لازم اليونت تكون شبه بعض. البيسترز لازم احوله لباوند. طيب احنا عارفين ان ال1 باوند equal 100 بيسترز. طب عشان احول من البيستر للباوند بعمل divided by 100. طيب يعني 980 بيسترز هعمل لها divided by 100 عشان اعرف هم كام باوند. equal. طبعا هتخيل ان في بوينت هنا بتتحرك to the left 2 decimal place، يعني 9.80 باوند. يبقى كده انا حولت اللي مع هند من بيستر لباوند. عايز يعرف الديفرنس يبقى هعمل ايه؟ هقول هند معاها الكبير 9.80 minus 4.25. دلوقتي بقى هنتأكد النمبر اوف ديسيمال بليسز، هنا 2 ديسيمال بليس وهنا 2 ديسيمال بليس، يبقى ابدا اعمل الماينس على طول. 0 minus 5 doesn't work، يبقى هبر 1 من ال 8 تبقى 7، وهنا هيبقى في 10 فوق ال 100. 10 minus 5 equal 5. 7 minus 2 equal 5. قابلت البوينت هحطها في مكانها. 9 minus 4 equal 5، يبقى 5
and 55 hundredths. بس اكتب هنا بقى باوند مش بيسترز لان انا خلاص حولت كل اليونت لباوند. هناء has 200 pound. He wanted to buy a pair of shoe for 99.8 pound و a bag for 45 and 75 hundredths pound and a dress for 70.25 pound. Can she buy all she want? Why? هل هي تقدر تشتري كل اللي هي عايزاه؟ وايه السبب؟ طيب انا دلوقتي ما معيش غير 200 باوند. هشوف انا عايز اشتري ايه بكام واعمل لهم كلهم بلس. لو لقيت المبلغ ده اقل من ال 200 باوند يبقى انا هقدر اشتري. لو لقيت المبلغ اللي هيطلع تمن الحاجات اللي انا عايز اشتريها اكتر من ال 200 باوند يبقى انا مش هقدر اشتري. طب يعني المفروض هعمل 99.8 بلس 45.75 بلس 70.25 باوند واشوف الايكوال بتاعي هيطلع كام. هنا 1 ديسيمال بليس، هنا 2 ديسيمال بليسز، وهنا 2 ديسيمال بليسز، يبقى هزود هنا 0. ابدا بقى اعمل البلس. 0 بلس 5 ايكوال 5 بلس 5 ايكوال 10. يبقى هكتب 0 وهكاري اب 1 احطها على اي تنسز. 1 بلس 2 ايكوال 3 بلس 7 ايكوال 10 بلس 8 ايكوال 80. هكتب ال 8 وقابلت البوينت هحطها وهكاري اب 1 على اي وانس. 1 بلس 0 ايكوال 1 بلس 5 ايكوال 6 بلس 9 ايكوال 15. هكتب ال 5 وهكاري اب 1 هحطه على ال 10 بليس. 1 بلس 7 ايكوال 8 8 بلس 4 ايكوال 12 12 بلس 9 12 بلس 9 ايكوال 21. يبقى 215 and 80 باوند. طيب هل انا بقى معايا 200 باوند؟ لا، ده انا كده المبلغ اللي انا عايز اشتري بيه greater than ال 200 باوند، يعني 215.80 greater than ال 200 باوند. So I can't buy all I want. Number 9. Nile perch is 110 centimeter long. يبقى هو بيقول لي في نوع من السمك اللونج بتاعه 100 سنتيمتر، نوع من السمك النيلي موجود في النيل. And more than 5 years old. بيكون عمره أكتر من 5 years old. Its weight 113 and 39 hundredths kilograms. ده الويت بتاع السمكة. And the Vondo catfish. ده نوع تاني من السمك الويت بتاعه ب 38.1 كيلو جرام and is 188 سنتيمتر لونج. يعني الفوندو كاتفيش مديني الوزن بتاعه، الويت بتاعه، مديني اللونج بتاعه. هنا بقى السؤال بيقول لي what is the total math. كلمة total دي معناها بلس. ايه النمبرز اللي انا هعمل لها بلس؟ ناخد بالنا من كلمة ماس. ماس معناها weight، يعني وزن of both the Nile perch and the Vondo catfish. يبقى انا هعمل بلس للكيلو جرامز، للنمبرز اللي مكتوب جنبها كيلو جرامز، يعني 113.39 بلس 38.1. طيب يا مستر هنا 2 decimal places وهنا 1 decimal place، يبقى هزود هنا 0 وبعدين 9 بلس 0 equal 9 3 بلس 1 equal 4. قابلت البوينت هحطها في مكانها. الوانس 3 بلس 8 equal 11، يبقى هكتب 1 وهكاري اب 1 على ال 10 بليس. 1 بلس 3 equal 4 بلس 1 equal 5. بعد كده ال 100 بليس 0 بلس 1 equal 1. يبقى كده اكتب هنا جنبها كيلو جرام. يبقى لما يسألني عن الماس معناها بيسأل عن الويت أو الوزن. Number 10. Read the passage and then respond the questions. You will now travel from Khartoum to Juba in South Sudan. انت دلوقتي هتسافر من الخرطوم رايح جوبا في جنوب السودان. To see the source of White Nile. This trip is الترب دي قد ايه؟ 1941 كيلومتر. يبقى اول تريب حضرتك عملتها كان طولها قد ايه؟ 1941.2 كيلومتر. Juba is also
on the bank of the White Nile. From Juba you will travel. انت هتسافر من جوبا تاني تروح to جينيا في اوغندا. Its distance 687.9 كيلومتر. يعني هتعمل ترب تانية وهتروح لأوغندا. Kenya is located near the source of White Nile. How long your journey? الرحلة كلها from خرطوم to Kenya. Copy to the place value chart and record the addends. يعني حط النمبرز دي موجودة قدامك، حطها على البليس فاليو تشارت واعمل البلس عشان تعرف التوتال جورني بتاعتك كانت قد ايه. طيب اول تريب كانت 1941.2. تريب تانية كانت 687.9. المفروض انا هعمل بلس للتو نمبر دول عشان اجيب التوتال جورني بتاعتي كانت كام كيلومتر. يبقى هقول 1941.2 بلس 687.9. هنا 1 decimal place وهنا 1 decimal place. 2 بلس 9 equal 11. 1 وهكاري اب 1 احطه هنا فوق الوانس. 1 بلس 7 equal 8. 8 بلس 1 equal 9. قابلت البوينت الاول هحطها وهكتب هنا في الوانس بليس ب 9. بعد كده 8 بلس 4 equal 12. 2 وهكاري اب 1 احطه على ال 100 بليس. 1 بلس 9 equal 10. 10 بلس 6 equal 16. هكتب 6 وهكاري اب 1 احطه على ال 1000 بليس. 1 بلس 1 equal 2 بلس 0 equal 2. يبقى 2629.1 كيلومتر. دي التوتال تريب ان كيلومتر. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. اشوفكم على خير في الفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.